الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة فكشف الله عز وجل به الأمة عن هذه الأمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من الأخلاق العظيمة والقيم النبيلة الذي أمرتنا الشريعة الإسلامية أن نتحلى بها خلق عظيم. هذا الخلق هو خصلة من خصال الإيمان وعلامة من علامات الإسلام، ألا وهو خلق السلام. وخلق السلام له مكانة عظيمة ودرجة رفيعة في دين الله، حتى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنفسه أسماء عدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أنها 99 اسما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الله سبحانه وتعالى له 99 اسما، من أحصاها أي من حفظها ومن تعبد لله عز وجل بها كانت هذه الأسماء سببا في دخوله الجنة. هذه الأسماء من الأسماء اسم السلام. فقال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. السلام هو اسم من أسماء الجنة. معلوم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد يوم القيامة، فينقسم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجعل الله عز وجل النار لها أسماء، من أسماء النار السعير. من أسماء النار أنها سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. من أسماء
النار أنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. من أسماء النار أنها الغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. من أسماء النار الويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك الجنة أيضا لها أسماء. من أسماء الجنة أنها دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل هو السلام، والجنة هي دار السلام. فإذا دخل أهل الجنة إذا أرادوا أن يحيوا بعضهم بعضا حيوا بعضهم بالسلام. انظر ماذا يقول ربنا، وتخيل هذا المشهد العظيم ماذا يقول ربنا في كتابه في صفات أهل الجنة. يقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. قد قامت الصلاة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطلعون. فتحية أهل الجنة هي السلام، تحية المسلمين من لدن آدم إلى يوم القيامة هي السلام. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته 60 ذراع. فلما خلقه الله عز وجل قال الله عز وجل له: يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة فإنهم سيحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. فذهب آدم فلما ذهب إليهم قالوا له: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالله عز وجل هو السلام. الجنة دار السلام، تحية أهل الجنة هي السلام، تحية المسلمين السلام. وبالسلام يضع الله عز وجل المحبة في قلوب الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. فبالسلام يضع الله عز وجل المحبة في قلوب الناس. بالسلام ينزع الله عز وجل الخصام، ينزع الله عز وجل النزاع من القلوب. إذا تخاصم رجلان فلقى أحدهم الآخر وألقى عليه السلام، هنا نزع الخلاف بين هذان الرجلان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا
وخيرهما من بدأ وخيرهما من بدأ بالسلام. السلام هو طريقك إلى الجنة. يعني أنت حينما تلقي على المسلمين، على من عرف وعلى من لا تعرف، إذا ألقيت عليه السلام قد يكون السلام هذا سببا في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فبالسلام قد يدخل الإنسان الجنة. مجرد أن تقول السلام عليكم قد تكون هذه الكلمة سببا في دخول الرجل منا الجنة. وإذا نظرنا إلى السلام وجدنا أن السلام هو المعنى الأسمى للإسلام والإيمان. المسلم الحقيقي هو المسلم المسالم. المسلم الحقيقي هو الرجل المسالم، سلم الناس من شره، سلم الناس من عذاب، سلم الناس من شر لسانه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف معنى كلمة مسلم لم يقل المسلم هو الذي يصلي حتى ينكسر صبره، لم يقل المسلم هو الذي يصوم حتى ينطوي عنقه، لم يقل المسلم هو الذي يتصدق حتى ينتهي ماله. لا، إنما لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف معنى كلمة مسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحق، المسلم المسالم، المسلم الذي يأمنه الناس على عرضه، على عرضه، يأمنه الناس على ماله. هذا هو المسلم الحقيقي. المسلم الحقيقي يأمنه الناس من لسانه فلا يكذب. المسلم لا يكذب، المسلم لا يغتاب، المسلم لا يكون نمام، المسلم لا يشهد الزور. هذا هو المسلم، رجل مسالم يسلم الناس من شر لسانه، يسلم الناس من شر عينه، فلا يكون خائنا بعينه. دخل بيت غض بصره عن الناس، وهذا ما امره ربنا بذلك: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل في قعر بيته. المسلم خاط لبصره، لا ينتهك حقوق الناس، لا ينظر إلى زوجة جاره ولا ينظر إلى بيت جاره. فالنظر كله حرام، ولكن حينما تنظر إلى امرأة جارك أو تنظر إلى بنت جارك فكأنك نظرت إلى 10 نسوة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا الزنا حرام. قال: لأن يزن الرجل ب10 نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا السرقة حرام. قال: لأن يسرق الرجل في 10 بيوت خير له من أن يسرق من بيت جاره. فالمسلم إذا دخل بيت جاره غض بصره. المسلم يكن مسالما في قلبه، لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يا أخي ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. والله لو تعلم ما في البيوت
الذي حققت عليه أو حسبته بل أشفقت عليه ده في بيت. كل بيت مليء بالمشاكل ومليء بالأذى ومليء بالأمراض، لا يظهر لك إلا الصورة. فلا تحقد الناس، فلا تحقد على الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كن مسالما حينما تأكل. إياك أن تأكل حرام، إياك أن تأكل ميراث أختك، إياك أن تعتدي على ميراث أختك، إياك أن تعتدي على ميراث أولاد أخيك الذي مات، إياك أن تعتدي على مال غيرك. فحينما تأكل أنت لا تأكل طيبا، لا، إنما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالمسلم هو المسلم المسالم. أما المسلم بذيء اللسان، المسلم الذي يغتاب الناس، المسلم الذي ينم، المسلم الذي يكذب، المسلم الذي لا يأمن الناس شره، هذا الرجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر الناس منزلة عنده يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة هو من لا يأمن الناس شره. رجل خبيث لا يأمن الناس مكروه، يبقى قاعد معاك وإذا هو يأكل في لحمك، إذا هو يأتيك. هذا الرجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. لذلك الإسلام حرم علينا كل أنواع الأذى، أن تأذي أي أحد ماديا كان أو معنويا أو حسيا، حتى المشاعر حرم الإسلام أن تعتدي على مشاعر غيرك. انظر مثلا في طريق حينما تنزل من بيتك معك أعزك الله وأكرمك كيسة مليانة كاظرات البيت، فتمشي فتنظر يمينا فلا ترى أحد، تنظر يسارا فلا ترى أحد، فتلقي هذه الكاظرات أمام بيت جارك أو أمام قارعة الطريق. هذا حرام لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من يفعل ذلك واجب عليك أن تلعن هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى الناس في طرقهم وجبت عليهم لعنته. واجب عليك أن تلعن هذا الرجل. يبقى لا يجوز لك أن تلقي الكاظرات أمام بيت جارك أو أمام قارعة الطريق أو أمام المسجد. الرجل الفلاح الذي عنده أرض كل يوم يعتدي على الطريق، فيأخذ كل يوم 5 سم 10 سم 20 سم حتى وصل إلى خدت متر أرضك 10 متر يعني 20 متر، خدت 20 متر هيطلعوا لك إيه؟ 20 متر هيطلعوا لك إيه؟ بهذا قد ضيقنا على المسلمين طريقهم، ضيقت على الناس وهم ماشيين. هنا وجب على كل من يمر على هذا الطريق أن يلعن هذا الرجل حيا وميتا. فلا يجوز أن يؤذي أحد من الناس في طريقه. أبيك وأمك اللذان هما سر وجودك في هذه الدنيا. لا يجوز لك أن تؤذيه بأي طريقة، حتى أن الإسلام حرم علينا أن تقول له أف. يعني أنت أبوك قال لك روح الحتة الفلانية قلت أف ومش ورايا مفيش حد يقضي هذا الأمر إلا ولا عمل هذا الأمر. الإسلام حرم عليك ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبيك وأمك بعد الله سبحانه وتعالى لا تقدم على أبيك ولا أمك زوجا، لا تقدم على أبيك ولا أمك ابنا ولا بنتا، لا يجوز ذلك. إنما بعد الله سبحانه وتعالى هو أبيك، بعد الله سبحانه وتعالى هو أمك. فإذا كنت بارا بهما كانت الجنة تحت أقدامهما. أما إذا فعلت غير ذلك فإنك تفعل كبيرة من الكبائر. بل إن جبريل عليه السلام قد دعا على هذا الرجل وأمن على ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تؤذي أبيك ولا أمك بأي طريقة كانت. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. إنما واجب عليك أن تحترم أبيك، واجب عليك أن تقدر أبيك، واجب عليك أن تحمل نعل أبيك على رأسك. فإذا فعلت ذلك فاعلم أن هناك قانون وضعه الله عز وجل في أرضه أنه كما تدين تدان. كما تفعل الآن مع أبيك وأمك سيفعل معك كذلك أيضا. لا يجوز لك أن تسخر من أحد سواء كان طويلا سواء كان قصيرا سواء كان كفيفا سواء كان عاجزا في يده أو عاجزا في قدمه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فقال عبد الله بن مسعود ائتي لي بهذا فوق الشجر. فصعد عبد الله بن مسعود مسرعا وكانت قدم عبد الله بن مسعود رفيعة فانكشف قدم عبد الله بن مسعود فضحك الصحابة ضحكوا من أجل أن قدمه رفيعة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما تضحكون والله إن قدم عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. صار عند الله عز وجل ضحكوا عليها سخروا منها عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. كذلك أيضا حرم علينا أذية المشاعر. لا يجوز للمسلم أن يجرح أو يؤذي أحدا في مشاعره. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ذلك فقال إذا كنتم ثلاثة يعني 3 أصحاب 3 قاعدين مع بعض حرم عليك الإسلام وحرمت عليك الشريعة الإسلامية اللي انت تجيب واحد كده وتقول له كلمة فلان وتترك الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر من أجل ذلك يحسنوا. هذا يحسنوا. ماذا يقولون؟ أيقولون علي شيء؟ لذلك حرمت علينا الشريعة الإسلامية أذية الغير في أي طريقة من الطرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين
وعلى من اتبع سنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة الأحباب، قال برسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الأخلاق العظيمة والقيم النبيلة الذي أمرنا ربنا أن نتحلى بها خلق السلام. والسلام ليست كلمة فقط، إنما السلام هو منهج حياة. أمرنا ربنا أن نكون مسالمين مع كل الناس، ليس مع الناس فقط، ليس مع أبيك وأمك، ليس أن تكون مسالما مع زوجتك ولا أولادك ولا جيرانك فقط، إنما أمرنا ربك أن تكون مسالما مع نفسك، مسالما مع الناس، حتى مع الحيوانات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجل حبس امرأة، حبس هرة، لا هو أطعمها ولا هو تركها تأكل من خشاش الأرض، فماتت هذه الهرة فكانت سببا في دخوله النار بسبب قتله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فإذا بجمل يبكي، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على وجهه ووضع أذنه على فمه، فإذا بهذا الجمل كأنه يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك إلى الله. قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنك تحمله فوق طاقته، ولأنك تجوعه ولا تسقيه. فالشريعة الإسلامية أمرتنا أن نكون مسالمين، ليس مع أنفسنا فقط، لا، إنما مسالمين مع أنفسنا أولا، مسالمين مع البشر جميعا، مسالمين حتى مع الحيوانات الذين هم معنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.